من كثرة المنصات الرقمية اللي عامرة بالمسلسلات والأفلام تتحير في إنا عمل يستاهل تضيع عليه وقتك. فهنا جيت باش نقدم لكم ليست ديال المسلسلات اللي ما غدوش معها غير وقت زوين، ولكن غادي تتمتع بقصص جديدة وشخصيات استثنائية وأحداث متسارعة غتخليك تعيش معها كل لحظة بحال انت جزء من القصة. في هذا الفيديو اختاريت لكم 5 ديال المسلسلات المتنوعة، كل واحد منهم عنده البصمة ديالو، سواء كنتي من محبي الدراما النفسية أو الغموض والتشويق، أو حتى الأعمال الفلسفية اللي تخليك تعيد تفكير في الواقع اللي تنعيشوه. I feel like something very bad is gonna happen. Something bad's already happened. The Outsider، مسلسل مأخوذ من رواية ستيفن كينغ. تخيل معايا جريمة قتل خايبة وقعت لطفل صغير، غادي تحرك واحد البلدة كاملة، كاع الأدلة والبراهين تتشير لمجرم واحد، البصمات واضحة، الشهود كاينين، وحتى من الكاميرات شادينو في مسرح الجريمة، يعني القضية محلولة. ولكن المفاجأة في القصة أن نفس المجرم اللي شدينا عليه هاد الأدلة كان في ديك الوقت في مدينة أخرى بعيدة بمئات الكيلومترات. كيفاش يمكن لشخص واحد يكون في نفس الوقت في جوج بلايص مختلفين؟ هنا تتبدا قصة المسلسل اللي تيخلط بين التحقيق البوليسي الواقعي والرعب النفسي بأسلوب فيه التشويق تيخليك ما تقدرش تحبس من التفراج. مع كل حلقة الحقيقة تقدر تتبدل، واش حنا قدام قاتل متسلسل ذكي ولا كاينه حاجة أخرى؟ علاش تنحتاجو ديما لتفسير عقلاني؟ واش كاينين شي حوايج تيتجاوزوا الإدراك ديالنا شحال مما حاولنا؟ الجمالية في المسلسل تتخاد من البطء في الأحداث اللي تيخليك تعيش التوتر لحظة بلحظة، وحتى من الأداء التمثيلي الواعر. Every day! Where the do you think you're going? Oh my god, you idiot! What are you doing? Whoa. Stop. Stop. في بعض المرات الصراعات اللي تتغير حياتنا ما كتبداش بحدث كبير، غير خلاف بسيط في الطريق. هادشي بالضبط اللي كنعيشوه مع مسلسل بيف، مسلسل درامي سوداوي. القصة تتبدا بجوج ديال الشخصيات واصله فيهم للعظم، خاصهم غير ديك القطره باش يتكب الكاس. هادشي اللي غيطرا بسبب مشكل في الطريق، غادي تبدا المشادات بيناتهم. رجل مقاول محطم نفسيا، ومراه تتبان ناجحه من على برا ولكن عايشه في الضغط والتوتر. هاد سوء التفاهم العادي في الشارع غادي يتحول تدريجيا لسلسله من الافعال الانتقاميه. قوه المسلسل كاينه في انه ما تعطيناش قصه انتقام عاديه، ولكن تشريح نفسي واجتماعي معمق على كيفاش الغضب تيبيننا على حقيقتنا، وكيفاش الناس اللي كيبانوا متناقضين من برا يقدروا يكونوا متشابهين. الاداء التمثيلي هارب، حيت قدروا يعكسوا لينا شخصيات معقده، مره ضاحكين ومره العكس، مع موسيقى تصويريه واعره كتخلق جو مع الخلط بين الكوميديا السوداء والدراما. بيف رحله في داخل النفس البشريه، كيفاش تقدر لحظه واحده تفتح بيبان جهنم عليك وتقدر تبدل حياتك وحياة الناس اللي دايرين بيك. People think all those things I miss doing with Lisa, I could just do them anyway. They're missing the point. I miss doing nothing with Lisa. كيفاش يقدر الإنسان يكمل في الحياة من بعد ما خسر أغلى ما عنده؟ هذا هو السؤال اللي تيطرحه مسلسل After Life. تقدر تكون طلعت لك شي لقطة من المسلسل كانت عنده شعبية فاش كان تيتلاح، هذا إلا ما كنتيش مفرج فيه كاع. القصة تتركز على طوني، صحافي تيعيش ولا بشكل أصح تيحاول يعيش من بعد ما ماتت مراته بالسرطان. الحزن تيخليه يتحول لراجل قاصح ما مسوق لحتى حاجة في الدنيا، اللي على فمو على لسانه ما تيديها في حتى واحد. وهادشي واخا يقدر ما يعجبش الناس الاخرين ولا يضرهم، ولكن هو لقى فيه راحته، فبالنسبه ليه ما بقى حتى سبب يخليه يعيش ولا يفكر في الابعاد ديال الافعال ديالو. فشنو غادي يطرا كاع؟ اخير تموت، وديك الموت هو ما كرهاش. المزيج بين الكوميديا السوداء والدراما بشكل متوازن. في نفس الحلقه تقدر تضحك من قلبك، موراها بشويه تلقى راسك غارق في لحظه مؤثره. A man of science. He's married to the woman of his dreams, and they have a good life. Have a good day. Coffee to go? Oh my gosh, you're my hero. Until one night,
he doesn't make it home. تخيل تفيق شي نهار تخرج من دارك حتى تلقى راسك دخلتي في عالم واحد اخر، نفس المدينة نفس الناس، ولكن حياتك مختلفة. مراتك ما عرفتيهاش، خدمتك ما اختاريتيهاش، وماضي ما عشتيش. هنا تبدا قصة مسلسل دارك ماتر اللي مبني على رواية مشهورة لبليك كراوتش. القصة كتبع جيسون ديسن، عالم فيزيائي كيعيش حياة بسيطة مع عائلته قبل ما يتخطف ويلقى راسو في نسخة موازية للعالم اللي كان عايشه. المسلسل تقدم لنا فكرة الأكوان المتعددة والاختيارات اللي تناخدوها يوميا، كيفاش تقدر تبدل لينا مصيرنا. واش هاد الحياة اللي عايشين هي أحسن نسخة لينا، ولا كاينه شي نسخة عايشة في شي عالم حسن؟ وشنو هما المعايير باش غادي نعرفوا شكون اللي عايش حسن؟ واش الفلوس ولا النجاح ولا العائلة ولا الصحة؟ شحال من مرة تنادم معاك الحال على شي حاجة درتيها ولا ما درتيهاش وما عرفتيش شنو كان غيتبدل؟ فراه كاينه نسخة اخرى منك دارت داك الاختيار وعايشه ديك الحياة. المسلسل ما معقدش وما تعتمدش غير على الخيال العلمي، ولكن تركز اكثر على البعد الانساني. بيبي رايندر واحد من انجح المسلسلات في 2024 بسبب الجوائز اللي ربح، زيد عليها الضجه اللي دار فاش تلاح. مسلسل بريطاني مبني على احداث حقيقيه، فتصور معايا السيد اللي وقع ليه هادشي هو اللي مثل هاد الدور. ريتشارد غاد في المسلسل دونالد، كوميدي تيحاول يشق طريقه في هاد المجال، عايش حياة بسيطة، خدام في واحد القهوة. حتى لواحد النهار دخلت واحد المرأة للقهوة، خدا من عندها الكوموند عطاها شنو بغات، وبدات محادثة عادية بيناتهم حتى تحولت لهواس. فهاد السيدة فشكال ولات بحال السم في حياته، باغي يدخل لحياته بزز وتابعاه بكاع البلايص، مهووسة به. تقدر تبان لك شي حاجة اللي عادية، ولكن خاصك تتفرج باش تفهم علاش تنهضر. وحتى الا قصد البوليس تتجي ناقصة وما ياخدوش الشكوى ديالو بجدية. راجل تابعاه مرا وتتهددو. اوعر حاجة هي التمثيل. هضرنا في البداية على ريتشارد، ولكن جيسيكا غانين قدمت واحد من اوعر الادوار النسائية اللي شفت في هاد السنين الاخرى في المسلسلات. خليو لي ارائكم على هاد المسلسلات ورشحوا لي حتى نتوما من عندكم. هادشي اللي كان اليوم، تلاقاو في فيديو جديد.